السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ هنعمل مع بعض النهاردة ان شاء الله المدلعة. هي بصراحة اسم كده على مسمى، فعلا مدلعة. بيتحط لها مكونات كده حلوة بتخلي طعمها جميل جدا. هقول لكم هنعملها مع بعض ازاي، وسهلة جدا وطعمها لذيذ. وبصوا شكلها ما شاء الله زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. هقول لكم بقى مكوناتها. اول حاجة كده هنعمل الكنافة. هي طبعا بتتعمل بكنافة وبسبوسة. فهنجيب نص كيلو كنافة، نحط عليه 3 معالق سكر ونقلبهم، ونص كوباية سمنة ونقلبها كويس قوي. بعد طبعا ما نعمل الكنافة دي بالمقص كده، نقطعها حتت صغيرة او نفرمها في الكبة. ولو بيتها في الفريزر يوم ولا حاجة بتفركيها كده بايدك بكل سهولة. بعد كده جبت صينية مدهونة سمنة برضو، وهبتدي ارص الكنافة كده واضغط عليها جامد. هسويها طريقة الكنافة العادية خالص كده. سويتها بقى هدخلها الفرن وهنبتدي نعمل بسبوسة. انا عندي هنا ده كده نص كيلو بسبوسة، بس انا جايبة الكيس اللي هو الجاهز ده. فهضيف له بقى السمنة 3 معالق كده او 4 سمنة، واغلف السميد. كل حباية سميد اغلفها بالسمنة كويس قوي. بعد كده هضيف عليه الزبادي وكوباية اللبن، واقلبهم بقى مع بعض تقليب كده بسيط، وادخلهم الفرن. دي طبعا بسبوسة جاهزة، ولا بتحط لها سكر ولا بتحط لها جوز هند ولا اي حاجة خالص. عايزة تعملي بالسميد برضو مفيش اي مشكلة خالص، بس ده اللي كان موجود عندي. قلبته كده وجهزتها. كانت الكنافة خلاص استوت احمرت كده. هطلعها بقى من الفرن، وفي نفس الصينية هجيب ورقة زبدة. هدهن الصينية الاول سمنة، واحط ورقة الزبدة، واروح دهنة ورقة الزبدة سمنة برضو. وبعد كده انزل بالبسبوسة، وبعد كده اسويها كده وادخلها الفرن. ليه بدهن ورق الزبدة؟ لان انا عايزاه يخرج كده بكل سهولة، ما يلزقش في البسبوسة، عشان ان انا هحتاج ان انا اقلب البسبوسة. فعايزة ان انا ايه اسهل على نفسي. بعد كده حطيت بقى الشربات، كوباية ونص سكر وكوباية ونص مية. هنا هبتدي اعمل الكريمة بتاعتها، عبارة عن كوباية كريم شانتيه، ونص كوباية كريم باستري، وكوباية قشطة. اهو ده كان وش اللبن، يعني معلقتين 3 كده. كان عندي انا قشطة وش اللبن فحطيتها، وكوباية ونص لبن. المكونات تاني: كوباية كريم شانتيه، ونص كوباية كريم باستري، وتلات 4 معالق كده قشطة، وكوباية ونص لبن، ومعلقتين سكر. بس انا مش عارفة ليه الكريم الباستري دوت، يعني هو انا فكرته هيبقى لونه ابيض، هو الظاهر بيبقى بأطعمة يعني. فمش عارفة بقى، الله اعلم ده بقى بطعم ايه، فلونه اصفر يعني مش ابيض. عامة هو طعمه جميل جدا جدا يعني. كانت البسبوسة طلعت من الفرن، وكده جهزت الكريمة حطيتها في كيس، ودهنت كده الاول الكنافة بالكريمة دي بالكيس اللي هو بتاع التلاجة العادي. وبعد كده طلعت البسبوسة وسقيتها العسل، وقلبتها كده من صينية لصينية عشان اقلب عشان اشيل ورق الزبدة. بصوا اتقلبت معايا بكل سهولة ما شاء الله. وطبعا برضو سقيت الكنافة شربات. فهنا بقى ابتديت ان انا اقلب الكنافة البسبوسة على الكنافة، وابتدي ان انا اغلفها برضو بالكريمة دي بالشكل ده كده. هبتدي بقى اساوي الوش كده، اغلفها بقى كلها كده بالكريمة بالسباتيلا كده بالشكل ده اهو. لحد كده سهلة جدا اهو. كان عندي بقى مربى الحليب، او ممكن تعملي كراميل في البيت زي ما تحبي. انا خدت كده منها شوية 3 4 معالق كده، وضفت عليهم شوية لبن، وهبتدي ان انا افكها على النار شوية. عايزة اقول لكم طعمها حلو قوي قوي قوي. مربى الحليب دي جميلة. بعد كده هبتدي انزل على
على الكريمة دي بمربى الحليب. بعد ما سيحتها فكيتها شوية على النار، بس المقطع وانا بنزلها تقريبا اتحذف مني فمعلش بقى. بعد كده هجيب الكريمة تاني وابتدي اخطط كده زي ما انتوا شايفين، اخطط كده المدلعة كده كلها، وبعد كده بالخلة واعمل خطوط كده زي ما انتوا شايفين كده. اخد خطوط كده رايح رايح كده الاول، بعدين ارجع تاني بنفس الخطوط، بتعمل لي بقى الشكل الجميل ده. ايه رأيكم بقى فيها؟ بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي قوي، وبتتباع غالية قوي بره. عجبت الولاد جدا. اتمنى بقى الفيديو يعجبكم، تشجعوني وتشتركوا في قناتي وتقولوا رأيكم في الوصفة بتاعت النهاردة. بصوا ما شاء الله، تحفة وسهلة برضو جدا يعني. انا كده وريتكم بقى قطعة منها ما شاء الله. لو عندك بقى كيس حلواني ممكن تعملي بقى ايه بالكريمة دي كده روزيتات كده حوالين المدلعة، وتعملي لها شكل كده حلو. بس انا ما كانش عندي كيس حلواني، وهي برضو كده شكلها جميل وطعمها اجمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.